السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين. يا رب تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها سعادة. النهاردة بقى ان شاء الله حبيت اشارك معاكم يوم النهاردة، واشارك معاكم الفيديو الحلو ده النهاردة. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وحطوا لايكات بقى كتيرة للفيديو. واللي لسه بقى مشتركش في قناتي ينزل يشترك ويفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. ويلا بقى حطوا اشتركوا في القناة عشان نوصل ان شاء الله ل10,000 مشترك. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي. بشكر كل حد بيكتب لي تعليق حلو وكومنت حلو. ربنا يبارك فيكم يا رب كلكم، على دماغي من فوق. وحبيت بقى افرحكم ان انا فعلت القناة، وطبعا بفضلكم انتم، ثم بفضل ربنا، ثم انتم بعد ربنا. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. يلا بقى همة كده وشوية نشاط بقى يا اخواتي الحلوين عشان نقدر بقى القناة دي تنجح وكده يعني. تعالوا بقى شوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة بقى عندي بقى النهاردة شوية هدوم كده. طبعا هدوم مغسولة ونضيفة، عايزة تطبق. طبعا الهدوم هي تشبكة في السبت الغسيل لان السبت اتكسر، بنتي قعدت فيه خلت لي السبت يعني ما ينفعش بنفحة خالص يعني ده مش شكل سبت غسيل خالص. المهم يعني انا قلت بقى خلاص ربنا اما ربنا يسهل اجيب واحد تاني. وكان عندي هدوم وسخة اهيت، يعني انا دلوقتي عندي هدوم عايزة تطبق وعندي هدوم عايزة تتغسل. الهدوم بقى ديت اهيت. هفضي بقى الهدوم النضيفة عشان تتطبق، والم بقى الهدوم الوسخة ده عشان تتغسل. طبعا انا عندي النهارده حش برسيم، فعايزة انجز كده يومي بسرعة عشان انزل الارض عشان احش برسيم. وبعد كده بقى لميتهم همت في السبت وقلت لهم اتركوا كده يا حبايبي كده على جنب يوم ولا حاجة، وابقى ايه اشغل عليكم الغسالة واغسلكم. بعد كده طبعا البنات مش يروحوا المدرسة، وسابوا لي كل حاجة بقى. كنست الشقة اهوت وروقتها، وفي عندي مواعين اهيت غسلتها. هكفها بقى كده معاكم. اللهم صل على النبي. الاكياس اللي انا بوريها لكم ديت، شايفين بقى المواعين والصابون اللي انا عاملاه بينضف المواعين ازاي. الأكياس ديت انا برميهاش برضو، دي اكياس العيش اللي احنا بنعبي فيها العيش اما بنخبز. بخليها بنشرها وعلى ما بتنشف بعينها يعني عندي عشان مرجعش اشتري اكياس تاني. انتوا عارفين بقى ان الحاجة بقت غالية والحاجة طبعا مش مستحملة، اللي عنده حاجة يحافظ عليه. بعد كده بقى هكفي بقى المواعين. طبعا اللهم صل على النبي، انا كفيت شوية وفضل شوية همت. الاطباق بحطها، الاطباق الالومنيا اللي هي بيسخن فيها بحطها لوحدها. وبعد كده الاطباق الغرافي بتاعة الواحد مثلا المغرب فيها شوربة او حاجة وبعد بقى ما خلصت بقى المواعين، قلت بقى خلاص اجي بقى هنا عشان اطبق بقى شوية الهدوم دولت. طبعا كله راح المدرسة بقى، والبنات كانت بتعمل كتير بصراحة. يا مخلفة البنات يطلق الساعة لحد ما مات فعلا. على الأقل كانوا بيكنسوا الشقة، ممكن يطبقوا له الهدوم، ممكن يعملوا برضو أي حاجة يعني. البنات نعمة كبيرة والله الحمد لله. طبعا انتوا عارفين ان انا ما عنديش ولاد خالص صبيان. انا معايا 4 بنات. وطبعا العقروطة الصغيرة اللي هي لولو ديت عندها 5 شهور دلوقتي، بس هي دلوقتي بقى كانت نايمة. الحمد لله الواحد بيعرف يعمل منها اي حاجة وهي نايمة. هبدأ بقى اطبق برضو هدوم البنات كده، وديت بقى هدوم هي لولو. البنطلون ده بتاع لولو الصغيرة. هحط برضو كل حاجة كده لوحدها. آه، بناطيل اي حاجة. هبدأ بقى ان انا اطبقها بالشكل ده. ودلوقتي بقى طبعا انتوا عارفين كل الستات بقى عارفة دلوقتي ان الواحد بيغسل الهدوم ويرجع يشيلها، ودلوقتي كمان بيبقى عايز يغسل على طول. شايفين بقى شكل الدولاب. هما من ساعة ما راحوا بقى المدرسة هما بقالهم كام يوم وهما الدولاب حاله مقلوب صراحة. وانا بقى معايا لولو الصغيرة دي ما بعرفش اعمل منها حاجة بصراحة. بس يعني اول بقى ما يجي بقى يوم كده اجازة ووقت اجازة اخليهم بقى يعدلوا كل الحاجات ديت، ينزلوا رف رف كده ويعدلوه. دلوقتي بقى بعد ما خلصت بقى كل ده هنزل احش برسيم. بصراحة البطاطس المهروسة دي كنت انا عاملاها لهم الصبح سندوتشات، ما اكدبش عليكم. ده كان الموجود. وفي ربع رغيف اهوت هحط فيه معلقة البطاطس ديت بقى واكلها عشان هنزل احش برسيم. فمش عايزة اهبط بقى ولا كده يعني. انتوا عارفين بقى ان الواحد كمان بيرضع طبيعي، فربنا يستر. بعد بقى ما اكلت السندوتش دوت بقى يلا وامر على الله. إيه هنزل بقى عشان احش بقى البرسيم. الجو بصراحة النهاردة كان متقلب كده يعني، لا شوية لا حر ولا يعني الشمس تطلع وتغيب، مش مستقرة على حاجة واحدة. شوية الشمس تطلع وشوية الشمس تغيب.
والحمارة بقى ايه مدية بقى مدياها يعني عمالة تاكل ما فيش مشكلة خالص وشايفة شغلها الله ينور. طبعا هي بتقرض الشوشة بتاعة البرسيم وتسيب لي الجدر بقى اقعد احشه هنا. طبعا بيقابلني بقى شوية ورق كرنب زي كده، شوية ورق قرنبيط بورقه برضو انا بحش، عشان طبعا يعني ايه البرسيم يطلع كده، جذور البرسيم زي ما انتم شايفين البرسيم يطلع كده ويبقى حلو. انما الكرنبة لما تبقى مفرشة كده على الارض بتعمل مكانها، بتخلي مكانها البرسيم ما يطلعش يعني. طبعا حشيت شوية همت، عشان برضو وقت الفيديو ما يبقاش طويل، انا بقالي نص ساعة بحش. عملت الكام شوية اللي انتوا شايفينهم دولت، هحش برضو كمان حتة كده صغيرة، وكده بقى يبقى ايه الحمد لله الشوية دولت كفاية اول حد كده النهاردة. طبعا شايفين الهوا بيعمل ازاي في البرسيم. طبعا بقى يا حبايبي، طبعا زي ما قلتلكم، انا كنت برضو قبل ما انزل احش بقى، الصبح بدري بيبقى ان في ندى نازل، بيبقى الشبورة مثلا موجودة او بيبقى في ندى نازل على البرسيم. فطبعا البرسيم بيبقى الصبح الساعة 7 8 9 كده بيبقى مبلول مية، بيبقى الندى نازل عليه. انما طبعا لما تستنى شوية لحد الساعة مثلا 11، احنا كنا دلوقتي الساعة 10:30، بيكون الهوا ده طاير المية من على البرسيم خالص، مبقاش فيه اي برسيم خالص. وادعولي بقى ان ربنا بقى يعيني ويقويني يا رب كده. بعد كده بقى ده بقى الميعاد ده بيبقى كويس برضو للحشي، من بعد الساعة 10:30 كده لحد بقى قدامك بقية اليوم. طبعا الجو بيجي العصر بقى وبيغير، احنا في شهر امشير، يا رب يعدي الشتا ده على خير. آه، بيبقى الجو هوا على طول الشهر ده بيبقى هوا. ربنا يسترها بقى الحمد لله، وعدى نص هوت على خير برضو. ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويخلي لكم اولادكم. كده خلاص خلصت الحش، هفك بقى الحمارة، انتوا عارفين بقى ان انا بربطها ربطها اهوت من رجليها عشان ما تجريش مني في الارض ولا تروح عند الجيران وتبوظ ارضهم. فانا ربطها اهوت من رجليه، فكيت رجلها اهوت من الحبل وجبت الشريطة بتاعتي عشان نبدأ بقى ايه اعبي البرسيم عشان ان انا احمله. طبعا بقى في الوقت ده وتلولو بقى كانت صاحية، سبتها طبعا مع البنات اللي كانوا موجودين، هحمله بقى كل البرسيم بورق الكرنب بقى دوت، لان طبعا بصراحة الجاموسة مكانش عندها اكل خالص. هطلع لها بقى اكل عشان ما ينفعش بقى انها تبقى واقفة بقى جعانة. هلم بقى كل البرسيم بقى كده هحمله. لو لسه بقى مستمرين معايا في الفيديو لغاية دلوقتي، حطوا اللايك يا حبايبي. هعدل برضو كده احاول اكبسها شوية عشان تاخد بقية البرسيم اللي فاضل معايا. بصوا بالشكل ده، وهبدأ بقى احمل اللي فاضل اهو. يا معين يا رب، ربنا يعيننا ويقوينا، ربنا يا رب يعينكم ويقويكم يرزقكم برزق الحلال الواسع اللهم امين. وبعد بقى ما خلصت كده هاخد بقى الحمار اهوت، واطلع بقى بالبرسيم لحد البيت. وفضيت اهوت الشريط، اخد الحمارة بقى كده اربطها جنب الجاموسة واجيب لهم بقى اكل عشان ياكلوه، وشوية كده بقى باجي اشربهم بقى مية واسقيهم. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تحطوا اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.